مسلسل تيد لاسو هو مسلسل أمريكي، تصنيفه دراما رياضي كوميدي، من إنتاج شركة أبل تي في، متكون من 34 حلقة متقسمة على 3 مواسم. اتعرفنا على المسلسل في الجزء الأول في أغسطس 2020، وتعرفنا على الجزء الثاني في يوليو 2021، والجزء الثالث انتهى في نهاية شهر مايو اللي فات. المسلسل واخد أكتر من جايزة من جوائز إيمي في خلال الموسمين اللي فاتوا. على سبيل المثال أحسن مسلسل كوميدي، أحسن ممثل رئيسي في المسلسلات الكوميدية، أحسن أفضل مخرج وأفضل ممثل مساعد. ده غير الترشيحات اللي حصل عليها المسلسل لمعظم الممثلين المتواجدين في المسلسل. المسلسل من بطولة جيسون سودكس، هانا وانينغهام، جون تيمبل، جيريمي سويفت، برناند هاند، نيك محمد، جيمس لانس. واللي ما شافش المسلسل قبل كده، هو بتدور احداثه عن شخصيه تيد لاسو، اللي كان مدرب لفرقه في كره القدم الامريكيه، وبقى مدرب حاليا في فرقه من الدرجه الثانيه في انجلترا، اللي بتتضمن احداث كتير كوميديه في موسم الاول، بسبب طبعا ان المدرب ما عندوش اي علم بقوانين كره القدم عموما. غير الكوميديا اللي بيمتاز بيها المسلسل، فهو بيتكلم عن مواضيع مختلفة تانية، زي الصداقة والعلاقات العائلية والتنافس والتعاون، والكتير من الإيجابية والتفاؤل اللي بتحسسك بعمق العمل الدرامي. وده كله طبعا مع شخصيات مميزة ومحبوبة، وبتسيب أثر على المشاهدين. وللأسباب دي كلها نجح المسلسل وساب أثر وانطباعات كويسة جدا مع النقاد، وده اللي خلاه يمتد بعد موسمه الأول لموسمين تانيين. بالنسبة للجزء الثالث، فأحداثه بتدور بعد نجاح فريق ريتشموند ان هو يتأهل لدوري الممتاز الانجليزي، والتحديات اللي هيواجهها الفريق في الموسم الاول في الدوري الممتاز الانجليزي، وايه اللي هتنتهي بيه الاحداث او الموسم في النهاية. ده كله في اطار طبعا درامي وكوميدي. من أكتر الحاجات اللي عجبتني في مسلسل تيد لاسو الجزء الثالث إن هو بيتعمق أكتر في كل شخصيات المسلسل. تحس إن المسلسل عبارة عن بطولة جماعية، مش بطولة تيد لاسو زي ما كان في الموسمين اللي قبل كده، وخلانا كمشاهدين نودع الشخصيات كلها بطريقة ولا أحلى في نهاية الموسم. ميز الموسم ده عن الموسمين اللي فاتوا هو الأداء التمثيلي لمعظم الشخصيات، وده أكيد بسبب إن إدى مساحة كبيرة للشخصيات. بس أكتر أداء تمثيل عجبني هو أداء الممثل اللي كان معتاد طبعا كان بيبهرنا وبيعجبنا، وخد أكتر من جايزة على أدائه في الموسمين اللي فاتوا، هو جيسون سودكس، اللي كان بيبهرني ازاي بيتنقل بين الكوميديا والدراما في مشهد واحد. ومن الاداءات المميزة في الموسم ده هو اداء الممثل نيك محمد، اللي كان بيجسد بطريقة حلوة جدا غطرسته في بداية الموسم وهو مدرب لويست هام، ولحظة الانكسار اللي حصلت له في نهاية الموسم. بما اننا بنتكلم عن مسلسل بيتناول او بيتناقش قصة كرة القدم، عجبني ان المسلسل دخل في احداث واقعية بتحصل في عالم كرة القدم، زي مثلا شخصية زافا اللي كانت موجودة في بداية حلقات المسلسل. احنا ممكن نطبقها مع اي مع احداث واقعية حصلت في الحقيقة. والحلقات دي كانت من الحلقات المميزة اللي عجبتني جدا في المسلسل. ومن الأحداث الواقعية اللي المسلسل ناقشها هو دوري سوبر ليج، اللي كان فيه مبالغة شوية في الكوميديا، بس أنا اتفاجئت إن هو ناقش قضية زي كده. الحلقات المميزة في المسلسل هي الحلقة رقم 6،
وده بسبب إن كان فيها عوامل كتيرة زي الدراما، الكوميديا، الرومانسية، وأحداث كتيرة ملهمة. حاجات كتير اللي خلتنا نحب فيها مسلسل تيد لاسو. وفيها من أكتر المشاهد الكوميدية المميزة بالنسبة لي هي لما كانت جيمي تارت، شخصية جيمي تارت كانت بتعلم شخصية روي كنت سواقة العجل. ومن أكتر الحلقات المميزة بالنسبة لي في المسلسل هم آخر حلقتين في الموسم، اللي هو كانوا بيحاول يلم أوراقه، وكان بيحاول إن إحنا نودع كل الشخصيات الموجودة في المسلسل بطريقة جميلة جدا. من أكتر الحاجات المميزة في المسلسل هي الموسيقى التصويرية اللي كانت بتعبر لك عن كل حدث بيحصل في المسلسل سواء درامي أو ملهم، كانت بطريقة جميلة جدا. من الأحداث أو من الحاجات اللي عجبتني في المسلسل هو النهاية. ما اختارش ان النهاية تبقى النهاية المنطقية ان تيد لاسو يكمل ويستمر في نجاحاته مع الفرقة اللي نجح بيها. لا، هو بنى حاجة معينة او مشكلة معينة موجودة في تيد لاسو من اول الموسم، وفي النهاية الشخصية فضلت بدل ما تستمر في انجلترا، لا، ان هي تختار ان هي ترجع تاني امريكا بسبب الحاجة اللي بنيها أو المشكلة اللي بنيها من أول الموسم. من أكتر العيوب اللي معجبتنيش في المسلسل هي الأجندات. المسلسل دخل أجندات في طريقه بطريقة مبالغ فيها ومقحمة على المسلسل، لدرجة إن أنت ما تحسش إن أنت بتتفرج على مسلسل تيد لاسو. إحنا ما تعودناش على كده في أول موسمين. حتى يعني تقدر تشيل المشاهد دي من المسلسل والمسلسل ما يتأثرش بيها تماما. وتاني اكتر حاجة ما عجبتنيش فيها هو الخط الدرامي الخاص بشخصية كيلي. هو اكتر خط انا ما كنتش حابب ان انا اتفرج عليه ومش مهتم بيه تماما. ما عجبتنيش برضو في المسلسل ان كان في احداث كتير مش منطقية، كان بيغلب عليها ان بيبقى ليها شكل درامي احسن بس بعيد عن الواقع. زي مثلا شخصية تيد لاسو لما غير في نص الموسم خطة الفريق للكرة الشاملة على اساس ان ده اختراع وده مش موجود في العالم الواقعي، وعلى اساس ان ده مش موجود من ايام كرويف مثلا في الثمانينات. لا، وكمان قدر انه يكسب بيها 16 فوز متتالي في الدوري الممتاز الانجليزي، مع العلم ان فرق كتيرة بتقعد مواسم عشان تقدر تلعب بالاسلوب ده وتقدر تكسب بالشكل ده. من الحاجات اللي مش حلوة اللي ما عجبتنيش في المسلسل ان احنا اتعودنا في الموسمين اللي فاتوا ان الشخصيات كلها بتتفاعل في مكان واحد. للأسف احنا بداية المسلسل ابتدى بان هو فرق بعض الشخصيات عن بعض. على سبيل المثال احنا ابتدينا شفنا كيلي ان هي بقت صاحبة شركة في مكان مختلف تماما عن نادي ريتشموند، ومن ناحية تانية شخصية نيت راحت بقى مدرب لفرقة وست هام، وده برضو بعيد عن نادي ريتشموند. فبالتالي احنا كنا بنتحرك ما بين اكتر من مكان والشخصيات دي ما بتتفاعلش مع بعض. انا ما كنتش مهتم بالاماكن سواء كيلي او شخصية كيلي او شخصية نيت. بالنسبة لويست هام انا كنت حابب ان احنا نفضل موجودين في نادي ريتشموند زي ما احنا متعودين في الموسمين اللي كانوا قبل كده. مسلسل تيد لاسو الجزء الثالث هو حاول انه يكمل نجاح اول موسمين ليه، بس للأسف شتت نفسه في قضايا كتيرة زيادة عن اللزوم، ده غير الأجندات الدخيلة على المسلسل. وبعد ما كانت بدايته حلوة دخل في انحدار وحاول يلم نفسه في آخر حلقتين، بس للأسف ما كانوش كفاية. وعلشان كده تقييمي لمسلسل تيد لاسو الجزء الثالث هو 7/10. وأنصح كل اللي ما اتفرجوش على المسلسل من بدايته، من بداية الموسم الأول، إنه يتفرج عليه. حتى لو مش مهتم بالكورة هتستمتع بيه. ومتشكر جدا لحضراتكم وأتمنى مشاهدة ممتعة للمسلسل.